ننتقل إلى كتاب الدليل والبرهان لأبي يعقوب يوسف ابن إبراهيم الورجلاني، الذي جاء فيه بكلام سيء تحت باب أو عنوان سماه باب آفات الأمة في دينها. حط باب وسماه باب آفات الأمة في دينها. من فين جاءت آفات الأمة في دينها؟ حيث جعل أول آفات الدين وأمراض الدين شيء سماه زلة عثمان، خطأ عثمان بن عفان، وبدأ يعدد له جرائم مخترعة مصنوعة من قبل أسياده وسلفه الخوارج الذي استباحوا فيها دم عثمان الإمام العادل رحمة الله عليه. ثم قال في صفحة 40 وهو يتكلم عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، إيش يقول؟ يقول شوف في حق عثمان، يقول: وعزله وخلعه وقتله حق لانتهاكه الحرم الأربعة. هذا في حق عثمان رضي الله عنه، يعني يعزل ويخلع ويقتل، كل هذا حق. يقول: وعزله وخلعه وقتله حق لانتهاكه الحرم الأربعة، أولاها استعماله الخونة والفجرة، أو بالحرف استعماله الخونة الفجرة، إلى أن قال: وثانيها ضربه الأبشار وهتكه الأستار. هذا في حق عثمان رضي الله عنه. وثالثها تبذيره الأموال وإسرافه فيها. الرابعة إلى أن قال: الرابعة حين ظهرت خيانته فاتهموه على دينه. هذا في كتاب الدليل والبرهان للورجلاني صفحة 40. وتأكدوا يا عوام الإباضية من هذا الكلام السيء. طبعا ذكر كذلك علي بن أبي طالب، وذكر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، وقال في نفس الكتاب: وأما معاوية ووزيره عمرو بن العاص فهما على ضلالة. وأما معاوية ووزيره عمرو بن العاص فهما على ضلالة لانتحالهما ما ليس لهما بحال، ومن حارب المهاجرين والأنصار فرقت بينهما الدار وصار من أهل النار. يعني معاوية وعمرو بن العاص صار من أهل النار. انتهى كلامه عياذا بالله تعالى. والله الحقيقة أنا أشكرك على جهودك اللي تقدمها يعني للمسلمين يعني. دعوات اي والله دعوات الله يسلمك. اي والله. انت ايش تعرف عن المذهب الإباضي؟ انا بعد ما اعرف كثير يعني، بس ما اعرف الا انه من المذهب من العدليين، أيوة. من اصحاب العدل والتوحيد، ويتبعون عبد الله بن إباض وجابر بن زيد وربيع بن حبيب، وهكذا يعني معلومات عامة، ما في يعني التخصص فيه، معلومات عامة انه طيبين ومعتدلين ولا يكفرون المسلمين. تفضل. معظمهم الآن تقريبا نتيجة لانتشار القنوات السلفية يظهر لي معظم العامة الآن أصبحوا مشبهة ومجسمة ونواصب، يعني معظم العامة السنيين يعني وصلهم هذا لأنهم تعرف الوهابية عندها أموال وقنوات ووصلت مصر، وصلت عندنا وفي الخليج وفي المغرب، وصلت في كل مكان. يظهر لي معظم العامة الآن أصبحوا مشبهة ومجسمة ونواصب، يعني معظم العامة السنيين